سيب المايك واثبتي خالص. رأي حضرتك ايه في ما قاله اللواء محمد منصور امس عن الشعب اللي بيتكلم على غلو الاسعار وكده، ان ده قلة حياة منه؟ بقى كل الشعب قلالات الحياة بقى. الكلام ده قلة حياة أصلا. يعني الناس لما تبقى مش لاقية تاكل ومش لاقيين فلوس يجيبوا أكل لعيالهم ومصاريف عيالهم، مطلوب منهم يعملوا إيه؟ يسرقوا؟ يعني لما واحد يقول كده، طبعا الراجل ده هو بياخد بالآلافات في الشهر، فمش حاسس بالناس الغلبانة. لكن اللي هو يقول كلام زي ده راجل أصلا قليل الحياة. احنا كل اللي نقدر نقوله حسبي الله ونعم الوكيل، بس كده كفايه كده دلوقتي. لا، هي مش قلة حياة، هو فعلا الحاجة غليت بزيادة. يعني زمان لو كان مرتب 100 بيكفي واحد، دلوقتي ما بقاش يكفي خالص، ما ينفعش. الأسعار كلها غليت، والتجار بقوا يخزنوا الحاجة ويطلعوها بسعر أغلى، يستنوها لما بتغلى، فمش قلة حياة. قالت ان هو يقدر ينام من غير عشاء. هو يقدر ينام من غير عشاء. لو هو يقدر ينام من غير عشاء ينام من غير عشاء، لكن الناس اللي بتشتغل والناس اللي بتتعب دي ما تقدرش تنام من غير عشاء. تمام، هو لو حاسس بالشعب اصلا مش هيقول الكلام ده. لو هو جرب ان هو يعيش من غير عشاء مش هيقول اصلا الكلام ده. هو لو حاسس بالشعب هو يوفر لهم العشاء والاكل والشرب ويوفر لهم الشغل، مش هيقول هو الكلام ده اصلا. لازم يبقى ناخد بالنا شويه من الفقير قوي، واللي فوق قوي يدي اللي تحت قوي. يعني الحكومه تبقى عامله توازن ما بين الناس اللي معاها فلوس جامده جامده جدا والناس اللي معهاش خالص، لان اللي هيتفرم في الموضوع ده مش الطبقه الوسطى، هي الطبقه المكحوله اصلا. ازاي يعني الناس هتعيش ازاي من غير اكل؟ كمان ارتفاع الاسعار ده الكلام ده يطبقوه على نفسهم الاول. الخبير الاستراتيجي ده ما ياكلش الاول ويجوع وبعد كده الناس هي اللي تجوع. الناس مش قادره. في غلا مثلا، في ارتفاع اسعار، ده صحيح. بنمر بازمه في بعض الحاجات. خلاص احنا جبنا اخرنا، بقت كل حاجه ممله بجد. بقت الاسعار دلوقتي، انت النهارده عشان تاكل سندوتش فول 5 جنيه انتهت. احنا كشباب جيل لسه طالع، الجيل ده يعمل ايه؟ الجيل ده يتجوز منين؟ يلم نفسه منين؟ شايف كم واحد في مصر عنده قلة حياة؟ احنا على كده كلنا بقى عندنا قله حياه. لا، ده انا مؤدبة جدا. بص، جايبة موبايل جديد لسه اهو، في مؤدبة بقى خلاص، مش قلة الحياة. لا عادي، انا مش ناس مش محترمه اللي بيتكلموا على ارتفاع الاسعار. انت ممكن تنام من غير عشاء؟ انا جربت كتير انام من غير عشاء، بس مش بمزاج، غصب عني. اكيد في الجو ده اكيد في ناس بتنام من غير عشاء. في ناس مش لاقيه تتعشى اصلا، وفي ناس مش عايزه تتعشى عشان هي الغدا كابس عليها. من وجهة نظرك ازاي ان احنا ما يكونش عندنا قلة حياة عشان خاطر يرضيه؟ نعمل ايه يعني؟ والله بقى مش عارف، والله يعني مش عارف اقول لك ايه بصراحه. يعني اقول لك ايه يعني؟ الحمد لله، يعني الحمد لله على كل شيء. ماشي، هو عشان نكون محترمين ومؤدبين برضه يوفروا لنا كل حاجه. اما هو يبقى مؤدب الاول، ده احنا نبقى مؤدبين. شايف ان كم واحد مصري غير مؤدب من وجهة نظره؟ 90 مليون. لا، انا من فئه مؤدبه جدا عشان عايز اعيش. تحب توجه رسالة للخبير دوت او اللواء ده تقول له ايه؟ انا احب اقول للخبير دوت: نام انت من غير عشاء، ووفر حق العشاء، وتبرع بيه لاي حد غلبان، وربنا يخدمك يعني. ومتشكرين اول حد كده. حاول تقللوا الأسعار. فاوجه له رساله اقول له حرام عليك، ارحم الشعب شويه، الناس تعبت خلاص. اقول له يا باشا، بدل ما انت تقول الناس تنام من غير عشاء، توفر لهم مثلا، انت تقدر توفر لهم العشاء مثلا، ترخص الاسعار، المواصلات، توفر شغل للناس اللي هي العطلانه دي بس.